شوفوا بقى عملت لكم ايه النهارده. عملت لكم هلال بطريقه سهله جدا وبسيطه، شكله في منتهى الشياكه زي ما انتم شايفين كده. بجد مش هياخد منكم اي وقت وكمان مش مكلف ابدا. تابعوا معايا الفيديو علشان تعرفوا انا عملته ازاي. عارفين طبعا الطاره بتاعت التطريز دي، هستخدم البنسة علشان اقصها كده. هعمل فتحه فيها، هفصلها عن بعض بس ما تبقاش بالنص بالظبط، يعني عاوزه ناحيه تبقى اكبر من الناحيه التانية، وده ضروري علشان يطلع معانا شكل الهلال مظبوط. هنحطهم بالشكل ده كده علشان نعمل شكل الهلال، ونثبتهم في بعض من الاطراف، يا اما بالشمع يا اما بالامير. على فكره لو لزقتوه بالشمع بس هيمسك كويس، يعني ما تقلقوش. هو كده بقى جاهز. ممكن بقى ترشوه باي سبراي عندكم او تدهنوه باي لون، بس انا هسيبه كده وهلف عليه بس فرع الليد ده حجمه صغير وهيبقى مناسب قوي مع الفكره دي. شكله بقى تحفه. نجيب بقى اي كرتونه عندنا كده قديمه او حتى علبه كريم علشان نعملها قاعده للهلال، بس ضروري نحط جواها اي حاجه تقلها كده قبل ما نشتغل. وبعد كده هنقفل الغطا بالطريقه دي. وبعدين بقى ممكن تغلفوها او ترشوها اي سبراي برضو لو عاوزين الموضوع يبقى اسهل. انا هغلفها بالستيكر الخشبي ده علشان تبان معايا كده كأن هي قطعه خشب. نثبت بقى الهلال كده على القاعدة اللي عملناها، حاجة بسيطة قوي من الشمع وهيمسك كويس جدا. وبعدين نثبت القطعة دي كده في ظهر الستاند. وبس كده يبقى خلص، وشكله طالع تحفة ومش مكلف ابدا وكمان سهل وما خدش اي وقت. بصوا بقى شكله لما بينور عامل ازاي. ممكن كمان تعملوه من غير اضاءة، وكمان زي ما قلت لكم ممكن ترشوه بسبراي، او كمان تعملوا الفكرة دي كلها بالسلك مش بالطارات الخشب دي. بجد شكله رقيق قوي ولطيف. اتمنى تكونوا حبيتوه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير.